كلها مقلوبة دلوقتي على الفنانة يسرا، وده بسبب ان وهي في الجونة كانت بتحكي وبتقول ان يوسف شاهين في مرة دخل البيت عندها وخالتها سألتها مين ده، قالت لها ده يوسف شاهين، ده يعمل اللي هو عاوزه. وحد سألها طب هو عمل اللي هو عايزه؟ قالت لهم عمل كل اللي هو عايزه. وراح داخل عليا في اوضه النوم، خالتي اوضتها هنا، قال لها صباح الخير، وراح داخل عليا في اوضه النوم. قالت لي مين المجنون ده؟ ازاي داخل عليكي في اوضه؟ مين ده؟ قلت لها ده الاستاذ يوسف شاهين، يعمل اللي هو عاوزه. وعمل اللي عايزه؟ اه طبعا 100%. اه طبعا ده 100% كل اللي هو عاوزه. وكان واضح ان هو هزار، لكن طبعا الناس ما سكتتش وكله طلع نقاطع مسلسلات رمضان ونقاطع مهرجان الجونة ونقاطع نجوم مهرجان الجونة. انا مش هتكلم في الموضوع ده كرأي شخصي، بس عايزة اعرف انتوا ايه رأيكم. انا حسيت ان هي بتهزر عادي، الله اعلم برضو بمعنى كلامها ايه، بس الناس خدته في حتة تانية خالص وخدته في حتة وحشة وان ما ينفعش وكل الكلام ده. فمش عارفة، قولولي في الكومنتس انتوا ايه رأيكم، وهل فعلا الموضوع يستحق الضجة الكبيرة قوي اللي معمولة دي، ولا هي كانت بتهزر وعادي مش بالشكل خالص اللي الناس خدته. وعاوزة اعرف برضو هل ده يستحق ان احنا نقاطع مسلسلات رمضان ونقاطع الفن. احب اعرف جدا انتوا ايه رأيكم في الكومنتس.